دليلك الاكل في ساحه جامع الفنا. هاكي وهاكي يا لالا. اوه الطنجيه المراكشيه. فين الطنجيه؟ انا جاي مراكش مخصوص علشان السوق اللي احنا موجودين فيه ده. فيلا بينا عشان نبدا رحلتنا ونشوف جمال مراكش. لو انتوا اول مره موجودين في القناه اشتركوا في القناه واعملوا لايك، ويلا بينا نبدا رحلتنا من الرباط. اليوم الرابع ليا في المغرب. احنا دلوقتي هنتحرك من الرباط نروح على كازابلانكا، قابل صديقنا هناك وناخد العربيه علشان نعدي على كذا مدينه قبل ما نوصل لاغادير عشان نحضر الماتش التاني. قبل ما نمشي جينا على يا سيدي ما تسيبنا بقى يا اخي بقى. معنا امين طبعا، السلام عليكم، نجم الكوميديا الاول في المغرب. ثانك يو سو ماتش حبيب قلبي، حبايبي المصريين. حبيب انتوا مرحبا بكم الله والله، يخليك. مرحبا بكم كلكم حبيبي والله. وان شاء الله انتوا تروحوا الاولانيين واحنا الاولانيين عشان نتقابل في الاخرين. ايوه في الاخرين بقى. يا حبيبي جينا هنا على يوريتيو عشان عملنا حلقه قويه جدا. معانا عمر اهو، راجل اهو، ده رئيس المحطه. قول بس ايه رايك فيها كمذيع؟ بيرفكت. المدير قال لي خش عادي. في ايه؟ سكتونا عشان الحلقه بدات. فاز فاطمه الزهراء هي اللي كلمتني وعملنا حلقه قويه جدا بالذات. هنطلع لمحطه القطر عشان بتروح لغايه المطار، وهاخد العربيه من هناك. فتعالوا بقى افرجكم على محطات القطارات، والقطارات هنا شكلها عامل ازاي. زياد هنشوفك ان شاء الله تاني. ان شاء الله ان شاء الله، علشان احنا نتاهل ونطلع اول مجموعه نرجع تاني على هنا ان شاء الله. وانا كسبتكم ان شاء الله في النهائي بقى نوصل للنهائي ان شاء الله. بس فقبل ما نمشي من الرباط تعالوا بس اوريكم السوق. بص الشارع عامل ازاي. طبعا هي الدنيا مطره شويه، بس الشوارع هنا كلها اشجار وخضره ونظافه. يعني انا مش عايز اقول زي اوروبا لان هي احلى من اوروبا بجد والله. يعني احنا في اوروبا بننبهر بالخضره والحاجات دي، هنا هتلاقي الخضره، هتلاقي الطبيعه، هتلاقي النظافه، زائد على كده هتلاقي ناس بتحبنا وناس جميله ولذيذه وحاجه رائعه. فاللي ما جاش المغرب احب اقول له ان انت فايتك كتير. يلا بينا على كذا. حصل تغيير في الخطه عشان صور القطار، علشان زياد قرر يوصلني لغايه كازابلانكا للمطار. ولكن لو عايزين تشوفوا القطار انا في فيديو عامله هتلاقوه تحت في الكومنتات، فممكن تتفرجوا عليه عشان عملته قبل كده. واحنا هنطلع بالعربيه مرتاحين نروح لغايه كازابلانكا الدار البيضاء على المطار، عشان انا متفق مع حد هناك هاخد عربيه ونلف بقى المغرب كامل. هنعمل رحله بريه، رود تريب. متشكرين على التوصيله حبيبي. ده كده الطريق من الرباط لكازابلانكا. الطريق تقريبا بياخد ساعه، احنا رايحين المطار فالطريق ساعه وربع تقريبا او ساعه و10 دقايق. السرعه هنا بتبقى كام على الطريق؟ 120 كيلو صح؟ كيلو. وده يعتبر اسرع سرعه في المغرب ولا في طرق اسرع؟ لا اسرع سرعه. عوده سريعه للمطار. كنا لسه هنا من يومين ثلاثه. شكرا يا زياد. يلا نشوف في واحد معاه علم مصر هنا. علم مصر منور منور. يا ابني انت عامل مشاكل ليه يا ابني؟ رؤوف الشريف اهلا وسهلا. اهلا. والله زمان الراجل ده عمل زمان. رحله يستحق التقدير عليها، ولازم يعني اشتراك في القناه. راح 8 مدن بري عشان يوصل المغرب. ليه مش عارف؟ مدن ايه يا ابني؟ ده من بنين. ثلاث دول بلاد. وفي بلد حصل فيها انقلاب ست دول يا ابني، 6. وبعدين الانقلاب فشل، وبعدين واتحبست في بلد وحاجه جميله. صلاح قال لك ايه؟ دي مصر. عشان مصر. فعلا. هات صورك كله عشان مصر. ركبنا العربيه الجميله دي من المطار. احنا خدنا عربيه حلوه لذيذه ومع محمد سيمو. عربيه داستر. ليه بقى؟ الف مرحبا. اهلا وسهلا. علشان اصحابي مرحبا بكم حبيبي، عشان الله سعد لكم. الشنطه كبيره تاخد كل الشنط دي الدبه. نشوفك على خير ان شاء الله في اخر السفريه ان شاء الله. الله يديكم على خير. احتاج اي حاجه كلمني ان شاء الله. في معلومه مهمه قوي ان هنا العربيات في عربيات ديزل وعربيات بنزين. الديزل ارخص من البنزين بكتير، فاحنا معجبين عربيه ديزل عشان نوفر. هو في ديزل هنا بكام الديزل؟ 10 ده ايه اللتر ولا ايه؟ 10 61. الديزل ب 10 61 والبنزين ب 12 33. يعني فرق درهمين بس. 600 درهم. 600 درهم تقسم على 10 يعني $60. تضرب في 50 $60 يعني كام؟
كم جنيه؟ يعني 3000 جنيه. 3000 كتير. انت بتعمل كميه حسابات في الرحله دي. ان شاء الله مصر والمغرب في الفينال. يا رب. نتمنى والله لازم إن شاء الله. نتصدر احنا الاثنين مصر مجموعه. لازم نكسب جنوب افريقيا. نتمنى ما تدوز ثالث ولا المغرب ان شاء الله. نوصل إن شاء الله فاينل يفوز. بس ان شاء الله يفوز هذه المره. يا رب ان شاء الله. يا رب. انتم الثاني حبيبي المره مقبله انتم تفوزوا. نوصل الفاينل وبعد كده نتكلم بقى مين يكسب. هذه بس. بعد كده نتخانق. والله عندكم احنا سبعة. ممكن ما نعديش على لا فكره. لا لا اعطينا هذه بس. خذوا حاضر ماشي. حاضر. مش خساره بيكم. بارك الله فيك. حبيبي مرحبا السلام بك. عليكم. الناس هنا كلها كوره، مفيش اي حاجه بيتكلموا فيها غير الكوره وبطوله افريقيا. ويلا بينا على مراكش بيبي. ماشي على الطريق. طبعا هنا بيكون في حاجه زي الكارتة ولكن بدون موظفين. مساء الخير. يلا بينا. وصلنا على مراكش، ودي المدينة القديمة، سور المدينة القديمة. تدخل بقى جوه تحس ان انت في فيلم من افلام هوليوود، عشان في افلام كتير قوي اتصورت هنا. منطقة رائعة رائعة. التاريخ داخلين على التاريخ. بالواد بس. لا مفيش خبط. الله الله الله. اول ما تشوف الزحمه دي والاسواق اللي احنا ماشيين فيها تعرف ان احنا داخلين على ساحه جامع الفنا، اللي هي اشهر مكان في مراكش، وهي موجوده في المدينه القديمه وليها تاريخ كبير. ولكن احنا جايين علشان هنا بالليل بيكون في عروض واجواء حلوه جدا، وكمان في سوق للاكل الشعبي. فانا جاي علشان اكل الصراحه، بقالنا يعني كتير في الطريق ودي الاجواء بقى. بص الزحمه، الناس دي كلها رايحه، هتلاقي هناك بقى ايه مهرجان. اهلا حمزه، شخبارك شحوالك حمزه يا جماعه. قلبوا عليكم اتقابلنا من 4 سنين، عملنا جوله 4. شفت الدنيا. يلا بقى دخلنا وسط الزحمه والدوشه والجناوه. بص بقى هنا راس الخروف، احلى اكله راس الخروف. خش بقى في السوق تلاقي كل حاجة. في ناس بتعمل الأكل البحري، ناس بتعمل اللحوم الخروف. حبيبي الشاهد اخويا مصري حبيبي مصري وابويا مصري بسماري. لا لسه هاخد جولة الأول. ان شاء الله. شوف نعمل فيديو ايش أقوى أكلة في السوق. طنجية عندكم طنجية مراكشية؟ شوف اجي شوفها. هذا شو هذا حبيبي مصري هذا اخويا. هي زياد بتعملوا في الطاجين؟ لا طنجية. طنجية. حبيبي مصري. الله. ده خروف ولا بقر؟ لا بقر لحم بقر. عيش لي. طنجية مراكشية. هذا اخويا الحبيب. لحم عيشك. جميلة. زوينة. تسلم ايدك والله. أكلة خاصة بمدينة ايه؟ مراكش. انا جاي مراكش مخصوص علشان السوق اللي احنا موجودين فيه ده. اول حاجه هنعملها ان احنا ندفي جسمنا عشان يتقبل الاكلات اللي داخله. هنروح نشرب شوربه الحريره. شوربه الحريره هي شوربه مغربيه مشهوره جدا هنا، فيها ميكس خضار كده، ونشربها عند واحد ما بيعملش غيرها. حبيب قلبي، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ من اي بلد؟ من مصر. حاسب ايدك. مصر ام الدنيا حبيبي والله. مصر ام الدنيا. حبيبي شكرا يا تسلم. مصريين، مرحبا بكم عندنا في المغرب. هاتني شيء وصلحوا. وكيف شو؟ اعطيني شيء وصلحوا. حبيب قلبي اسمع، وفي كلمة شهيرة في مراكش يقولنا ما هي؟ جيما كوكب. جيما كوكا. ديما كوكب. في شو أزقر. لا يا لا شوف في جميع الأحوال في صار شيء جميل، صار شيء ما هو جميل في المنزل في الحياة اليومية. ديما كوكا. ديما كوكب. شوف جميع المغاربة يقولون ديما كوكا. ديما كوكب. وهاكي وهاكي يا لالا اكوا ايوه شربت الحريره ولا لا؟ انا اخويا رايح اشرب حريره دلوقتي. عمر يا باشا عمر. يا هلا بيك مصري اخي. مصري. يا بس سلام. عمرها ايه. يا هلا بيك. حبيب قلبي. مكوناتي الاولى في الحريره بتكون مع العدس والحمص والكرافس الكزبره والبصله. بصله. القزبره هي الاخير. ايوه وفيها شعريه. وشعريه. فيها حاجه شبه الرز. لسان الطير يعني بينا نقولوا له لسان الطير. لسان عصفور. ايوه وشويه تاع الدقيق. زوينه بالذات. وشويه تاع الدقيق. وبعدين باش بقى ندوروها. وبعدين التاتش بتاعك انت برضو. يا سلام ولا بد ولا أي حد بد يعمل تكون نكهه في اليد. ويا هلا بيك الله ينوركم. شوربه الحريره اول حاجه تعملها لما تيجي ساحه جامع الفنا، وانصحكم ان انتوا تاكلوا في السوق الشعبي. انا في ناس صحابي راحوا ياكلوا في المحلات الغاليه الفانسي الجميله، ولكن هنا الاكل طعمه احلى وارخص واجمل.
وهتلاقي ناس من المغرب بياكلوا، ناس من اجانب بياكلوا، احنا بناكل شوربه الحريره. حمص، عدس، شعريه، حاجه شبه لسان عصفور، وعليها كزبره وكرفس وسخنه فتدفيك. نتدفى ونروح ناكل بقى الاكل بقى. احلى تحيه. ايوه اخواننا المصريين، الف مبروك ومرحبا بكم في بلدكم الثاني حبيب قلبي. المغرب. شوربه الحريره هنا كويسه. حريره 100% ماروكان مغربيه 100%. 100%. 100%. الله. طب ايه اقوى اكلات لازم اكلها في السوق ده؟ في السوق ده باولو، ايوه، طنجيه، ايوه، ولحم الراس. الله لكي تتدفى يا حبيبي في هذا البرد. انا ببدا بالحريره وادخل على الباقي. احنا راجعين من الرباط لهنا عشان من مدينه الرباط. طب يا جماعه انا شوف راك كنتي حدايا في الطيران. طب اتفضلوا معانا. لا صراحه والله اتفضلوا معانا بجد والله حبيبي. مرحبا بكم، ويلكم تو موروكو. حبيبي. اول اكله شوربه الحريره ثمنها 5 دراهم، يعني تقريبا 25 جنيه، نص دولار. عندك طنجيه؟ وعندنا طنجيه، ده كل شيء طنجيه مراكشيه. وعندنا طنجيه مراكشيه مكتانجيه مع 6 العشيه. يلا بينا. الوزيده يا برادر. من اشهر الاكلات هنا هي الطنجيه المراكشيه، لحم بقري بيتعمل بالكمون، زعفران، ليمون، ولحم بقري. وفي الطنجيه فين الطنجيه؟ الطنجيه المراكشيه وخبز السوق، هو ده عامل زي القرص. عايمه 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 في الصوص بتاعها. هم الصراحه جابوني اول ما دخلت، دوقوني، لفيت رجعت لهم عشان الموضوع عندهم جميل. انت اللي عامل الطنجيه؟ تاخد وقت قد ايش عشان تستوي؟ تقريبا 3 سوايع. قال لك الطنجيه بتاخد 3 ساعات عشان تستوي. هذا هو كاس افريقيا اللي محتاجين في كاس افريقيا. دي طنجيه، هذا اكبر طنجيه، اكبر طنجيه في افريقيا. طنجيه في افريقيا. منيو ما شاء الله كبير كبير كبير. كل ده بيطلع من هنا عند 117. مرحبا بكم انت حمزه. مرحبا حبيب قلبي. هلا والله. ناخد بريك قبل اخر اكله. بتسمي ده ايه؟ سوسيس مقانق. ماشي، اعمل لي طيب واحد سجق. اعمل لي واحد سوسيس. اخر اكل عشان اليوم كان طويل. هناخد ساندوتش سجق، هو يعني موجود هنا في كل حته، مش الاكله التقليديه ولكن اكله تسد الجوع ان شاء الله. ده خصم ده ولا ايه؟ الله، شاي مغربي حبيب قلبي. الشاي هنا ما بتحسبش طلب، انت كل ما تعدي تلاقي حد يقول لك تعالى اشرب شاي. شاي على بس طول. لو شربت شاي يبقى لازم تاكل من عنده. لا ماشي ضروري. لا ده كان اختبار وانت نجحت الراس فيه. وعلى العين والله العظيم. ايش؟ ايوه السلطه المروكن. يلا يا باشا. خضره. اقسم لك بالله حاجه قمه في الروعه. قاجب خضره. حط خضره. السوسيس يا حبيبي، السوسيس. الشاي الاتنين مع بعض. الله. ظبطوا ده وصايا. اعتقد ان احنا كده خلصنا جولتنا الليليه الاكليه في ساحه جامع الفناء. اكلنا شويه اكلات دفتنا. انا دلوقتي متدفي، عايز اقلع الجاكيت ده، واتبسطت الصراحه. سؤال، شربت كام شاي النهارده؟ نورمالمون كنشرب براد براد صغير. براد. بص انا من ساعه انا شربت اصلا لغايه دلوقتي 6 شاي. ده من الصبح مثلا ايه شرب 10 شاي. فالشاي هنا ده زي الميه. الطنجيه ب 35 والسجق ب 20 او ب 30 حسب انت وشطارتك. انت لو شاطر والناس حبتك هينزلوا لك السعر. الحريره 5 درهم. ولكن شوف، فاحنا كده اكلنا تقريبا توتال بكام؟ 70 درهم. وانا اكلت بكام في المكان الثاني؟ بكام؟ 140. في مكان هنا كده، في اماكن شيك بره هنا وسياحيه جميله. الشوربه عندهم كانت ب 80، انا اكلت كل الاكل ده ب 70. دي الشوارع جنب المدينه القديمه كلها رياضات. ده الرياض اللي احنا ساكنين فيه. هو ده طبعا ماشي ومش واخد باله، بس احنا ساكنين هنا. شايفين شكل الرياض من بره عامل ازاي؟ تحسوا بيت قديم. ولكن استنوا بقى ايه الصبح هفرجكم الرياض ده شكله من جوه عامل ازاي. انت احلى الناس في صباح الخير. الرياض في الصباح شكله تحفه 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 تحفه. دي كده زي مظله علشان الامطار، لان النهارده في مطره. في العادي بقى بتبقى اضواء الشمس داخله على الشجرتين دول او ال4 شجرات، وينزلوا هنا كده عندك سويمنج بول لذيذ. بس احنا هنقعد نفطر الاول وبعد كده افرجكم على الرياض، والناس اللي مش عارفه يعني ايه رياض هعرفكم برضو يعني ايه رياض. هنا المطبخ وهنا الفطار المغربي التقليدي اهي.
بص الراجل كل حاجه بيحطها يقف ويظبط كده اكنه هيشوط فاول، تمام؟ عشان كل الحاجات تبقى محطوطه على خط واحد. كفايه اتقان يا اخي. السلام عليكم، مرحبا بكم نعود. وبعدين انا عايزك تقول لي اسامي الحاجات دي عشان ما نغلطش فيها، عشان احنا لما بنغلط في اسم حاجه بيحصل مشكله. انا حد بسال وانا معاك بسال انا ايه؟ مسمن؟ اه لا ملوي اصلا انا اقول لك والله مش مسمن والله شبهه. مسمى بيكون مربع. طيب. مهاره فاطمه الزهراء. حرشه. اوكي. ومره يعني حرشه ده سميد؟ سميد؟ سميده يعني سميده الكسكس يعني اوكي. اللي نفعل منها الكسكس يعني الرقيقه. ايوه. قدوا منها حرشه. وهنا الخبز. اوكي. بس وعندنا بقى زيتون، تمر، جبنه. الشيف ديالنا كتعملها اسمه طاجين ايه؟ طاجين بالبيض وماتيشا. ما هي دي اللي احنا بنسال. بالبيض وماتيشا. وغدا ان شاء ايه الله ما هو الماتيشا؟ اكيد اللحمه الماتيشا والطماط اصلا الطماطم. شفت بص انت ما شاء الله لف في المغرب انت. انت خبره. شفت معلوماتي انت قلت طماطم خليع وماتيشا. كفايه اجواء بقى. ملوي ولا ملوي؟ مش عارف يعني ده اسمه ملوي ملوي او ملوي، شبه المسمن. بيتقال لك المسمن مربع والملوي مدور، وهو شبه الفطير الساده عندنا شويه. بعد ما خلصنا الفطار والناس كلها خرجت وخدت الرياض كله لوحدي، تعالوا بقى اعرفكم يعني ايه اصلا كلمه رياض. الرياض ده هو البيت التقليدي المغربي، يعني لسه في ناس ساكنه في الرياض لغايه دلوقتي، وفي رياضات زي اللي انا فيه دلوقتي اتحول وبقى بيت ضيافه للسياح، يعني زي اوتيل صغير او بوتيك هوتيل، ولكن هو معمول بنفس الفكره. ممكن في شويه تعديلات عاملينها هنا، بس دايما بيحاولوا يحافظوا على الشكل التقليدي بتاعه. يمكن حمام السباحه ده هو الحاجه اللي ما تكونش تقليديه قوي، في العادي بيكون في نافوره في وسط البيت. ولكن تعالوا نخرج بره الاول. شايفين احنا جوه كان مساحه واسعه ازاي؟ بصوا بقى من بره مبنى عادي جدا ما فيهوش ولا شباك، وتحسوا كده مبنى صغير بسيط، يعني حاجه جميله جدا. ودي حاجه مقصوده علشان الخصوصيه، فهو بره مفيش شبابيك، مفيش حد يقدر يكشف البيت. في نفس الوقت عندنا بقى الساحه جوه، كل الغرف جوه بص على الساحه جوه. وتيجي هنا عند الباب ده اللي كل الشغل فيه يدوي، حتى جوه البيت ده بيكون شجر الارز منحوت يدوي، وكمان الجبس معمول يدوي بالنقوش التقليديه. ده اسمه رياض انيا، ودايما بيكون فيه بابين. نشوف عندنا باب صغير عشان ندخل لازم نوطي واحنا داخلين، وده بتاع الاستعمال اليومي. ولكن الباب الكبير ده لما يكون فيه مناسبات، عندنا ضيوف كتير، في فرح، في حاجه في البيت، فنفتح الباب الكبير عشان الضيوف يدخلوا بسهوله. والحلقه دي صوتها عالي فمعموله للرجاله، ولكن لما ست تكون داخله البيت تخبط بالراحه بالصغيره دي. كل حاجه معموله بقصد وليها معنى وليها استخدام. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد خويا، كيف الحال؟ لاباس؟ تفضلوا مرحبا بك. كله تمام؟ شي مزيان؟ كله مزيان حبيب مرحبا قلبي. بك. زي ما شفت كده اول ما بندخل بتلاقي ساحه كبيره فيها نافوره، فيها اشجار في كل مكان، فتحس ان انت قاعد جوه حديقه. والحديقه ده هو نفس المعنى بتاع كلمه رياض، فاسم رياض ده لان هي حديقه، يعني انت البيت اصلا جواه حديقه، فعشان كده سموه رياض. في كل مكان لازم تلاقي النقوش التقليديه دي معموله بالجبس ومعموله يدوي. طبعا الشغل ده بيكون عايز حرفه قويه جدا، وكل الشغل اللي في الخشب ده برضو منحوت يدوي. وطبعا بما ان ما عندناش شبابيك بره، فكل الغرف جوه عندها شبابيك. مين بقى اللي ساكن في الرياض؟ يعني الرياض ده ممكن تبقى عيله كبيره، فالعيله دي فيها كذا اسره، فكل الاسر ساكنين في نفس البيت، فهو الموضوع بيخلي في ترابط بين العيله، الناس كلها مع بعض عارفه بعض، فدي حاجه طبعا حلوه جدا. وكل الغرف او كل البيوت اللي جوه ليها شباك او الباب بتاعها باصص على الفناء الداخلي او الساحه دي. فدي غرفه من الغرف، طبعا كلها معموله بالديزاين التقليدي، الجبس المنحوت، وكل الاخشاب بيكون فيها شغل يدوي. وعندنا غرفه لذيذه جدا، والشباك بتاعنا بيبص على الساحه. ولكن في بقى حاجه مهمه قوي لازم تكون موجوده في اي رياض او اي بيت مغربي، وهي الزليج، او زي ما بيقولوا هنا الزليج البلدي. بصوا الجمال، لوحه فنيه سيمتريه، شايف تلاقي النص ده زي ده، فوق تحت كله زي بعضه، وكله معمول طبعا بالايد، قطعه قطعه. شايفين يعني دي قطعه، دي قطعه، دي قطعه، بيقعدوا يرسموا الرسمه الكبيره دي قطعه قطعه بالقطعه الصغيره دي عشان تبقى
بالجمال ده. والزليج ده حاجه من الحاجات المميزه جدا في الفن المعماري المغربي، هتلاقوها في اماكن كتير قوي، اماكن اثريه وكمان اماكن جديده دايما بيهتموا ان هم يحطوا الزليج عشان المطره مغطين النجفه دي، ولكن في فتحه من هنا وفي فتحه في الساحه اللي هناك. فالفتحتين دول بيعملوا نظام تهويه صيف وشتاء. في الصيف يعملوا تبريد، تلاقي كده في هواء حلو فتحس ان اكن في تكييف طبيعي شغال، وفي الشتاء يحافظ على الحراره. احنا بالليل كنا مشغلين الدفايات مثلا والبيبان مقفوله، فتلاقي الرياض كله متدفي. طبعا من ان الرياض اللي احنا فيه ده معمول زي اوتيل صغير، ففي هنا قعدات، يعني بره في قعدات في الهواء وهنا قعدات بالليل بيكون الدفايات شغاله علشان يبقى عندك قعده متدفيه وقعده متهويه. فدي كده كانت نظرة سريعة على الرياض المغربي، اللي هو واحد من أحلى الأماكن اللي تقعد فيها وتعيش فيها، تحس كده هدوء وراحة نفسية، بعيد عن دوشة الشارع، مش سامع الشارع بره، بتتفصل عن العالم كله. وهي دي أصلا من مميزاته، إن العيلة اللي ساكنة هنا يعني فاهم مهما كان يومك عامل إزاي، أول ما تدخل الرياض تحس براحة نفسية. بس فهسيبكم اقعد انا في الراحة النفسية. ودي كده كانت أول جزء من رحلتنا البرية. حركنا من الرباط، كازابلانكا، جينا على مراكش، وبعد كده بكرة هنتحرك عشان نروح على أغادير، لأن مصر هناك بقى وهتلاقي أغادير كلها مصريين. نروح نتفرج على الماتش ونشوف أغادير هتورينا إيه. لو أنتوا أول مرة موجودين في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة، شغلوا جرس التنبيهات، ونشوفكم في الفيديو الجاي وسفريات أخرى.